حبايب قلبي، مساء الفل عليكم ومساء الجمال ومساء الحاجات المسكرة الجميلة دي. ايه رأيك بقى في البسكوت وجماله؟ بصي يعني حاجة كده فاخر من الآخر. حاجة جميلة جدا، مكونات بسيطة موجودة في كل بيت. عملنا أكتر من 50 قطعة بسكوت بكوبايتين دقيق. بجد بجد وصفة هتفرق معاكي. كمان عشان دخول المدارس تعملي كده. طبعا احنا كلنا عارفين ان كيلو البسكوت بره او عامة الحاجات اللي بتتباع في الأفران دي تمنها عدى 80 جنيه وال100 جنيه. لا، على ايه؟ احنا عملنا بكوبايتين دقيق وحبة سكر وبيضتين. احلى بسكوت ممكن تعمليه وما بياخدش منك 10 دقايق في العمايل. بجد بجد هيفرق معاكي. جربيه وقوليلي في التعليقات ايه رأيك. واللي لسه ما يعرفنيش احب اعرفه، انا نهى من قناة من ايد نهى. قناة متنوعة دايما فيها كل جديد، يا رب تنال اعجابكم. لو لسه ما اشتركتيش بقى اشتركي واعملي بقى اشعار على الكل عشان يجيلك كل اشعارات الفيديوهات بتاعتي. وان شاء الله القناة متنوعة تعجبك، فيها فلوجات، فيها وصفات، حلويات، بصي كل حاجة. البسكوت ده مكوناته زي ما قلت لك موجوده في كل بيت. بس برضو نصيحه مني ليكي كده، اما تيجي تعمليه ابقي صغري الكور اللي بتعمليها قبل التشكيل شويه عشان يطلع برضو اصغر من كده، كان هيبقى برضو احلى من كده. بحب اديكي كل التركات. ورق الزبده لو انت مش واثقه فيه قوي دهنيه. المكبس بتاعك لو لزق منك زي ما هتشوفوا في الفيديو كل شويه يلزق مني، ابقي بالليه ميه كده من الحواف. يعني تركات وحاجات بسيطه كده لكن بتفرق في الوصفه بتاعتنا. ان شاء الله الوصفه دي تعجبك، وهعمل لكم سلسله بقى من البسكوتات والمعجنات والحاجات الموفره اللي موجوده، يعني مقاديرها معانا في كل بيت، عشان بقى ايه نحارب الغلاء بالاستغناء. تمام كده، يلا بينا بقى نبتدي الفيديو يا ست الكل. وما تنسيش بقى اللايك، انزلي تحت حطي اللايك والشير والكومنتس المشجع الجميل. بحبكم قوي، يلا بينا. عاملين ايه؟ مساءكم هنا، مساءكم سعاده، مساءكم كل حاجه حلوه. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده كده جايه لكم بقى بطريقه بسكوت روعه. بصي سهله جدا، مكوناتها بجد بجد موجوده في كل بيت، مش كلام فيديوهات وخلاص. زي ما انت شايفه كده المكونات اكني بعمل كيك، بس هيطلع معاكم احلى بسكوت. هتدوقيه وتقولي بقى انا عملته ايه من ايد نهى. تمام كده. ايه المكونات معانا؟ مكونات جافه. كوبايتين دقيق اهو زي ما انا بشاور لك كده، منخولين طبعا، وحاطه ربع كوبايه على جنب برضو عشان ايه احتراس لو الدقيق يحتاج مني، لو العجينه يعني احتاجت مني. نص باكو بيكنج باودر. دي هنا كيسين نشا بما يعادل نص كوبايه. تمام كده. وذره ملح. دي المكونات اللي هي الجافه. المكونات بقى اللي هي السايله، هتجيبي بقى كده يا ست الكل الخلاط بتاعك اهو. نجيب معانا بيضتين بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل كده اول بيضه. طبعا انت عارفه البيض بتاعك بقى ان هو كويس، لو انت شاكه فيه اعمليه ببوله ايه، بوله جانبيه اهو كده. نزلت بالبيضتين. طبعا حطينا بيض يبقى هننزل بالفانيليا على طول. الوصفه دي بقى كمان حلوه للمدارس جايه لنا بقى، وببقى مش عارفين نفطر الاولاد ايه الصبح قبل ما ينزلوا. فانت بقى لو عملتي بقى البسكوت ده مع كوبايه شاي بحليب الصبح مية مية. كده حطيت البيضتين، حطيت معاهم الفانيليا. دي كده زي ما انت شايفه كوبايه الا ربع سكر، سكر سنترفيش عادي. تمام. هخلطهم خلطه وارجع لك عشان بس صوت الخلاط. بصي كده هنا اهو خلطتهم لغايه ما السكر داب خالص زي ما انت شايفه. هنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الزيت. طبعا زيت يكون طعمه حلو، ما يكونش ليه اي ريحه اهو. وهخلطهم خلطه تانية اهو كده. كده السوائل اللي امتزجت معانا هنا في ايه؟ في البيضتين، في الفانيليا، في كوبايه الا ربع سكر سنترفيش عادي، في كوبايه الا ربع او يعني من نص الكوبايه الا ربع زيت يكون طعمه حلو. تمام كده. هنجيبها بقى على جنب وهنجيب البوله بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هننزل بكوبايتين الدقيق، دول كوبايتين طبعا منخولين. هنزل بالبيكنج باودر او كيك شيف برضو، الاتنين حلوين. ذرة الملح، حاجة بسيطة بس من الملح. لا ده كده كتير قوي اهو، حاجة كده بس. تمام كده. وهنزل عليهم بقى بما يعادل نص كوباية من النشا.
الباكوين اللي معايا دول يعادلوا ايه نص كوبايه، وما تكتريش النشا عشان ما يبقاش ناشف معاكي. اهو كده. هبدأ ان انا بقى اخلطهم كده بايدي، وانا حاطه ربع كوبايه من الدقيق على جنب، عشان ايه مش عارفه لسه الدقيق بتاعي هيحتاج سائل تاني ولا لا، فايه خلي عندك كده نص كوبايه على جنب احتراس. هنزل بقى بالسوائل زي ما انتي شايفه كده، وهبدأ ان انا ادخل الخليط ده في بعضه، وبعد كده اعجنه بايدي. بس طبعا احنا عارفين البسكوت ما بيتعجنش، مجرد بس ان انتي هتدخلي المكونات في بعض. اهو زي ما انتي شايفه كده، هبدأ بقى ان انا اعجنه عجنه بسيطه كده، يعني مجرد ما يمتزجوا ببعض خلاص يبقى الايه البسكوت بتاعنا خلص. وهوريكي بقى طريقه التشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله يا جماعه الحاجات دي في البيت، تعملي بقى كيك، تعملي المافن، تعملي البسكوت بانواع المختلفه، يعني حلوه وموفره وضامنه نظافه الحاجه. بلاش كسل، يعني خلونا كده نشجع بعض وبلاش كسل، وخلونا نخلص يعني الفرجه اللي احنا بنتفرجها كده على الفيديوهات نتعلم منها. طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده هو محتاج دقيق تاني، فانا هزود ربع كوبايه. هزود معاكي اهو ربع كوبايه من الدقيق اللي انا حطاها على جنب. وطبعا دي برضو منخولة، واي حاجة بنستخدمها يا جماعة في المعجنات او البسكوت او الكلام ده كله لازم تبقى منخولة عشان يدخلها هوا، ما تبقاش مكتومة، تبقى هشة واحنا بنعمل الوصفة. اهو بصي يا حبيبتي كده، انا عايزة اوريكي. بصي انا عجنتها اهو، او يعني مش عجين، بصي لميتها بس مع بعضها. انا عايزاها تبقى كده، بصي مش مشققة ولا اي حاجة ازاي. بصي اما بنعمل واحدة كده نصورها، بصي ما فيهاش اي تشققات. انا عايزاها كده. هبدأ بقى ان انا اشكلها. جبت الصاج بتاعي وعملته بورق زبدة زي ما انتي شايفة كده. هبدأ بقى ان انا اشكلها، اعملها كور كده. بصي كور كده تكون متساوية، واحطها، يعني ما تكبريش قوي عشان ايه تطلع بسكوتة حلوة كده، مش كبيرة قوي اهو. واعمل فرق بينهم، تعمليها بس كده كور. وطبعا هي فيها بيكنج باودر، فهنسيبها ترتاح بس 10 دقايق وبعد كده ندخلها الفرن. وما نكبرهاش قوي عشان البيكنج باودر زي ما احنا عارفين هيخليها يعني تنفش سنه كده اهو. هكملها وارجع لك تاني. بصي يا حبيبتي انا عملت حبه وقلت اوريكي طريقه تشكيل سهله جدا، عشان لو ما عندكيش مكبس مثلا او اي اداه للتشكيل. كلنا عندنا الغطا بتاع اي ازازه، تمام كده. هنا اهو بصي زي ما انت شايفه انا عملت دي كاميرا بس جايبالك دي الكور اللي انا عملتها. هعمل بصي كده اي شكل كده، ادي 1 2 3 4 5. بصي عايزه اوريها لك اهي. بصي بقى الجمال، بصي الشكل من غير اي حاجه خالص. كلنا عندنا غطيان الازايز اهو بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. تاني حاجه انا بقى عن نفسي عندي المكبس اهو. لو انت مش عارفاه المكبس ده حلو جدا 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 بالشكل ده كده، تمام اهو. وبيتغير له الاشكال، في اشكال كتيره هوريها لك. بصي كل دي كده اشكاله، بصي الاشكال جميله ازاي. فانا هختار ايه كده شكل ولا حاجه اعمل بيه البسكوت بتاعي. لكن انت لو ما عندكيش اي حاجه ما فيهاش اي مشاكل، هتعملي بغطا الازازه. الشكل بيتركب كده، بصي بنجيبه كده ونركب الشكل كده نحطه كده، تمام. بس لازم اقعد احرك كده لغايه ما يقوم ايه اهو مربوط معايا وتكك التكه دي، تمام. هظبطه بس كده اهو ما بيقعش ولا حاجه. وهبدا ان انا اعمله، انزل بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى الجمال، ثانيه واحده اهي عايزه اوريها لك. بصي البسكوته طالعه عامله ازاي، فظيعه تحفه يا جماعه. اللي ما عندوش المكبس ده يجيبه، حلوه جدا. هجرب لك واحده تانية اهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحة كده. قلبي معايا كده عشان ايه، انا بحب ابقى صريحه معاكم. لقيت ورق الزبده لزق، عشان نوعه مش كويس المره دي، النوع بتاعي مش اللي بجيبه كل مره، ما لقيتش غيره فلقيته لزق فغيرتها وقمت دهناها زبده. يعني هو بس قصدي زيت، دهنت ورق الزبده زيت عشان ما تلزقش معايا البسكوته وانا بشيلها. وده برضو يا جماعه المكبس لو لقيتيه بيلزق معاكي وبتيجي تطلع مش بسهوله، يعني مش بسهوله زي ما انتوا شفتوا، هتعملي ايه؟ هتحطي ميه عليه من الجناب كده، هتعمليه بس بميه من الجناب. تمام. بصي بقى عايزه اوريكي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، دي طلع كلها الثانيه مفيش مشاكل هننزلها اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي هعمل واحده تانية اهو، هننزلها. بصي عايزه اوريكي بقى شكلهم، بسم الله ما شاء الله روعه. بصي بصي الشكل تحفه تحفه، اكنه بتاع بره، اكنه اللي هو شبه اللوكس. حطها اهو كده، بالشكل ده اهي. بس شكلها تحفه ازاي، يا رب تكون بس الكاميرا موضحه لك اهي كده. وبرده قلتلك لو انتي ما عندكيش المكبس ده بسهوله جدا بتعملي ايه، ادي 1 2 3 4 ممكن 5 اهي. بصي الشكل، عايزه اقربها لك اهي، اللي انا عملتها دي اللي انا عملتها بالغطا، والباقيين اللي عملتهم بالمكبس. هكمل بقى الكميه كده وارجع لك. بصوا بقى حبايب قلبي اهو، هدخله الفرن على نار وسط واوريهولك اما يطلع.